حزنين صف الدم صوب عهادي ويسار الضعن وآلت واليت بويت واليت ولا ريضان بيوم فزيت بعت الأثر والدمع مليت ويالي أنا الموت ياخذني تمنيت والله بعد ساعة ويشدون بضعنهم جن غريب موش منهم بعيني ضربوا حش نزلهم ويلي وظل انشد رايح جاي عنه يوم جاءت الى ابي عبد الله قل ابوي اسرج الخيل مو ياخذون وياكم اسرج الخيل وحط براشكم لو شيء يا ابوي الدار وحشه او تهدم الحيل يا حال الضعن وياكم اخذوني وياخذوني عليكم يعمل عيوني ويا واحد بهالوطن لا تخيل صاحب الشيد يا حادي وسير ويتقدم على ضعوني انا هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني لبصات العليله يصيح يا اهل الضعن كالوني تقل يا ابويا كان راشدا النية على بالك يا ابويا عندك بنية ارجع الحسين بقي داري الطفل بباب الدار تنتظر قدوم الإماية ويا كل من لا غياب يلمون ولا غايب بالفعل مذموم ولا غايب وينام يا عربي جاء دخل إلى المدينة وصل للمدينة قاصدا إلى العراق وجد العليل واقفة باب دار أبوها الحسين فاكية ناحبة على فراق أبيها سأل هذا الأعرابي عن اسمها وماذا تريد سمعها من العرب راعي شهامه سمعها ولا قدر ينقر قدامه بكى وظلت عيونه تهامه قلها ليش عليك اهلك ما يودوني قالت له انا بنت الرساله يعرفوني ابوي حسين واهلي ضيعوني ساروا للعراق وفارقوني اطيح لحالتي واطيح لك
هذا كتاب وين الوعد يضيع أيام أجركم الله. هذا الأعرابي أخذ الكتاب توجه إلى العراق، دخل إلى العراق، دخل إلى كربلاء، يبتذكر ذاك اليوم العاشر بعد ظهر عاشور، وإذا به يسمع منادي ينادي العالم المعين يعيننا، العالم الناصر ينصرنا، رحم الله من نادى وحسينا أيوا غريبا، ينادي العالم المعين يعيننا، العالم الناصر ينصرنا. اجى الاعرابي سال عن ذلك المنادي، قالوا له هذا الحسين بقي وحيدا فريدا، قد قتل ولده وجميع اهل بيته. اجى الاعرابي الى ابي عبد الله، شاف الحسين يا حال ابا عبد الله، سلم على الحسين قال سيدي رسالة من المدينة. من سمع الحسين باسم المدينة اختنق بعبرته، بكى الحسين، شافت زينب الحسين يبكي، ما الذي جرى؟ فتح الحسين الرسالة، ايش مكتوب فيها؟ قال ابويا سلمني على عمي العباس، ويسلمني على سلمني على ابن عمي القاسم. شنو اللي يبكي الحسين؟ تقول له ابويا شم الطفل عني نيابه، ابويا نيابه لا العند ولا قرابه. قلت ابويا سلمني على اخوي الرضيع وقبل له النيابه عني. ضجت النساء بالبكاء والنحيب، بكى الحسين والعليلة عينها على الدرب، يجي ابوه هناك ودخل الناعي. سوت العليلة يقول ارمى بالتاريخ لما رأت ذلك الناعي فاطمة العليلة ما اخبروها، دخلت دخلت الى دار ابوه الحسين، ما قالوا له ان اباك استشهد عمك العباس، اخبروها بان اباك قد رجع من سفره وقبله صغيره وصار لها ايام اشهر منتظره وهو يجي الى الدار. يقول دخلت للدار، كنست الدار، خرجت براش ابوها الحسين ونصبت مال عبد الله الرضيع، وجت الى دار عم العباس، هي فراش عم العباس، ودخلت للدار لما بشروها فرش الدار عمها ودار ابوها، ونصبت مهد عبد الله ابوها، ودموع الفرح قامت تقلها. واذا بباب يقرا خرجت العليله تنظر يمين شمال، ماكو رجل ماكو الحسين، لا عمه لا بني عمومتها، بس مروات بالباب وياها اطفال. نظرت اليها قالت للعليله ما وقوفك بباب دارنا، الم تر يا ابوي الحسين وعمي العباس. صاحت هاي المرض قل له يا عمي يا فاطمه ايش تقولي؟ جيت فاقدك الطيب يا عم لا عباس رد سالم ولا حسين، يا عم حتى ام الطفل ذبحه وطفله. قالت بيد البيت عدلتها يا وفرشته قالوا ابوك حسين عوض عن صبرته. لا